السلام عليكم. يا سبحان الله، اليوم حابة نهضر على حاجة اسمها البركة. البركة، بركة في الحياة، بركة في الرزق، بركة في المال، بركة في الأولاد. صارت معايا حادثة، علاه قررت أني نحكيها لكم. منذ سنتين صادفتني واحد المرأة جد بسيطة وفقيرة، طلبت مني المساعدة وكما كان الحال ساعدتها وكلش، واللي فات مات. فاتت عامين على ذلك الأمر، أنا نسيته. تلك المرأة ساعة على ساعة تتصل بيا وتقول لي حابة ندير لك أي حاجة ردلك خيرك. يا بنت الناس، قلت لها وش من خير هذا؟ يعني نسماني ما درتلك والو، خاصة انتي. لكن صادفني اليوم أنها اتصلت بيا على الصباح وحلفت أنها تديني للمنزل تاعها، وبالفعل استأجرت لي سيارة وديتها. وش لاحظت أول ما وصلت؟ إنه منزل ريفي جد بسيط. استقبلتني هي وبناتها الفاتنات الجمال بواحد الابتسامة، يا الله، زادتهم جمال على جمال. كانوا بناتها يرتديوا فساتين والله وكأنها مصنوعة من اليد، لكن ببساطتها والابتسامتهم وبساطتهم والكرم تاعهم، سبحان الله. دخلت لذلك المنزل، قالت لي هذا منزل وظيفي. قلت لها وش ساكن وظيفي هذا ومفتفت؟ اكيد واحد راح يحوس عليك القرمود وطايح. ما خلات ما حطت لي، ما خلات ما كرمتني. طول الوقت قاعده غير تبتسم هي وبناتها، وحده تدرس هندسه معماريه، وحده تدرس المحاماه. سالتها منين تصرفي عليهم؟ قالت لي نصرف عليهم بركة ربي. قلت لها كيفاه؟ قلت لها قداش لاباي تاعك؟ قالت لي 1500. هي طباخة في مدرسة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل يوم يسافروا ويروحوا المدينة باش يقراو. كلمة الحمد لله لم تفارقها. كانت كل مرة تكذب عليا في الوقت وتقول لي مازال الحال مازال الحال، وأنا نقول لها مضطرة نعاود نرجع لأنه عندي عمل. تقول لي مازال الحال مازال الحال. بعد دعاتني للمبيت، رجيتها انه نروح والمره الجايه نرجع لها. وبالفعل جيت خارجه، والله العظيم حطت لي ساكه، يعني تفاجأت. سبحان الله، ذبحت لي سردوك، قطفت الخضروات من جنان تاع جيرانها بعد ما استأذنتهم وقالت لهم بعد نسلككم، خبزت لي الكسرة. يعني واحد البركة، واحد الابتسامة. راحت معايا بنتي طاحت رقدت، ما بغاتش تنوض من دارها، تحاول فيا قالت لي يا ماما خليني نبات. واحد البركة، واحد البساطة. الفراش هذاك تاع الحنبل تاع بكري. واللي أثارني أيضا أنا نموت على القطط، لقيتها مربية إذا ما نقولكم 20 قط قليل، ويسنوا فيها وتخرج لهم الماكلة، وأيضا بالابتسامة. وبعد تفكرت وحدة في المقابل، واللي خلاني ربطهم بعضهم أنهم نفس اللقب، مقاولة، مهندسة معمارية، كما يقولوها مضروبة صوارد. كنت كي نسافر أنا وياها نحللها أموراتها بحكم طبيعة عملي. كانت والله العظيم طريق كاملة. هذه مرة واحدة أخرى، مرة يعني قاعدة نقارن فيها مع المرة هذيك البسيطة. كانت حتى الغدا في الطريق ما تحبسش نشري، حتى نقولها نجوع تحبسي لي نشري بمالي. كانت تقابلها وحده شحاته تمد لها يدها تقول لها غير اعطيني لله شوي، ما تحبش تمد لها. كانت هذه الارشيتكت هذه اللي فعلا هي مليارديره صح لانها مقاوله، كانت حتى كي تسافر للخارج تدي معاها 200 300 مليون، هذه كي والو. لكن عمري ما سمعتها قالت الحمد لله. ديما تشكي، ديما تشكي، ديما تشكي بالمرض، ديما تشكي بالبح، ديما وربي ما مبارك لها في والو. ها يحكموا عليها بالحبس،
يجيو يشكيو منها العمال اللي يخدموا عندها مساكن، لانها ساعات تديهم يشكيو غصبا عنهم في حوايج هكاك زور، ساعات اعطيها ربي المرضى، عطيها. بصح كلمة الحمد لله جامي سمعتها منها، جامي شتها صدقت. الخدامة تاعها ما تسلكهمش في وقتهم. يعني انا حبيت نهضر على حاجة اسموها البركة. سبحان الله، البركة، البركة والقلب الطيب والنية الصادقة. قارنت بيناتهم في زوج، لقيت هذيك اللي ساكنة في السكن الوظيفي هذاك المدقدق اللي عايشة بال1500 أغنى وحدة شتها في حياتي، وسجادتها محطوطة لهيه مدايرت لها كوانة. سبحان الله، كلمة الحمد لله لا تنحات من فمها. بينما هذيك اللي قلت لكم نفس اللقب تاعها وفعلا مقتدرة، وش من طوموبيل وش، عمري سمعتها قالت الحمد لله، وديما تشكي وديما بالبح وعمرها ركعت وديما طامعة في الدنيا. هذه هي اللي اسموها البركة، هذه هي اللي اسموها البركة في الصحة وفي الرزق وفي الحياة، في كلش. هذيك اللي شتها أنا الغنية المقاولة هذيك، أنا بالنسبة لي أفقر عباد الله، لأنها ما تعرفش كلمة الحمد لله. يعني الغنى النفس. تمنيت كون زدت مع هذيك المرأة البسيطة بليلة ولا، لكن ما راحش الحال. إن شاء الله نعود ساعة على ساعة في الويكاند نهز وليداتي ونروح لهذاك الجنان ونقعد معاهم، نتمتع بهذيك البساطة اللي فعلا العبد يرتاح. كاس تاي مع هذيك الوجوه الطيبة، دنيا وما فيها. وعليه البركة والنية الصافية خير من 1000 حاجة أخرى في الدنيا، خير من الدراهم، خير من الخبز، خير من السفر، خير من المال. البركة وكلمة الحمد لله، كلمة الحمد لله والنية الطيبة.